إذا تريد تفهم شنو جاي يصير بالعراق لا تركز على إيش قد ننتج، ركز على منين نطلع النفط. العراق من تأسيسه كدولة نفطية كان عنده مشكلة واحدة جغرافيا، دولة نفطية عملاقة بس منفذها البحري ضعيف جدا. هذا الواقع خلى النفط العراقي رهينة لمزاج الجيران ومسارات الغرب. بالثلاثينيات كنا نصدر عبر حيفا وطرابلس. بعد 48 ضاع خط حيفا للأبد. بالسبعينيات حاولنا نفكر صح، سوينا الخط الاستراتيجي وربطنا الشمال بالجنوب وفتحنا خط جيهان على تركيا. وبالثمانينيات بسبب الحرب وقصف إيران لموانئنا شردنا بنفطاتنا عبر ينبع السعودية. بذيك الحقب كان عندنا خيارات وبدائل وخطوط طوارئ، لكن شنو اللي صار؟ سياسيا وحربيا سقطت الأوراق واحدة تلو الأخرى. خط حيفا انتهى سياسيا، خط سوريا اكلت الخلافات والحروب، خط السعودية صودر، خط الشمال تعطل بالصراعات الداخلية. الكارثة خيار الممر الواحد. بعد 2003 اختصرنا الطريق بالخيار الأسهل والأخطر، الرهان الكلي على الجنوب. موانئ البصرة صارت تصدر أكثر من 90% من نفطنا، وخلينا بيض الاقتصاد العراقي كله بسلة واحدة، ممر مائي ضيق يسمى مضيق هرمز، وهنا وقع الفاس بالرأس. ب 2026 ومع تعطل مضيق هرمز قعد العراق على كارثة. الإنتاج اللي تجاوز 4 مليون برميل يوميا انحدر فجأة لل1.4 مليون بس. السبب مو لأن النفط خلص، بس لأن الباب انسد بوجهنا. المخازن فاضت والآبار أغلقت قسرا، وخسائر تتجاوز مئات الملايين يوميا. اللي جاي نعيشه اليوم هو نتيجة 90 سنة من الاعتماد على منافذ خارج سيطرتنا، و20 سنة من الكسل الاستراتيجي بحصر النفط في منفذ واحد. ليش كل هذا؟ وين شتوا وزارة النفط هاي 20 سنة رحتوا؟ للأسف الشديد. تحياتي.